السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا نعمل مع بعض كاتشب اقتصادي في البيت، طعمه في منتهى الجمال ومفهوش أي مواد حافظة. هحط في الطاسة دي مش مفتوح لسه عليها النار، هحط فيها كوبايتين مية ومعلقتين كبار نشا مليانين، هدوبهم الأول على البارد. هحط لهم معلقة صغيرة بابريكا عشان اغير لون النشا، انا عايزة اللون احمر، فالبابريكا محطوطة عشان اللون. فتحت النار عليهم وهبدأ ادوب بقى. بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة ملح و3 معالق كبار سكر مليانين، وهقلب بقى وادوب الملح والسكر. هقلب كويس. بعد كده اضيف 4 معالق كبار مليانين صلصة، واقلب بقى مع بعض كل ده. اخد بالي بقى وانا موطيه النار، مش معليه النار، موطياه، واقلب بقى كويس. حطيت معلقتين كبار خل، ما سيبش بقى التقليب، افضل اقلب بقى لغايه لما يتقل في ايدي المعجون ده، وهو كل ما يتسبك كل ما لونه هيغمق. اللون ده هيغمق، لو عايزاه اغمق من كده حطي بابريكا. البابريكا هي اللي بتخلي اللون احمر، يعني على اساس لو عايزاه احمر غامق قوي يعني. هي انت تشوف اللون الوقت كل لما يتسبك كل لما اللون ما هيغمق. افضل اقلب كده لغاية لما الخليط ده يغلي، ما نسيبوش عشان ما يكلكعش مننا، ويكون النار هادية كده عشان تسويه كويس وما يبانش فيه طعم النشا. اهو هيبدأ يغلي اهو، اطفي بقى عليه. اول ما يغلي اطفي عليه، يبقى هو كده اتعمل. اهو بص بقى القوام بتاعه، لونه غمق اهو، شايفين قوامه. بعد كده احطه بقى في بطرمانات، هو عامل لي بطرمانين من دول، احطه بقى في بطرمانات وبألف هنا وشفا. طعمه في منتهى الجمال. الكيس ده ب1 جنيه، الكيس ده بره ب1 جنيه، وانا جايباه من فتره ومعرفش الوقت بقى هل غلي ولا مغليش. شفت انا عملت قد ايه ب4 معالق صلصه، واللي عايز يعمل